لو عندِك بطاطس مقلية وبردت وما حدش راضي ياكلها، تعالي أقول لِك هتعملي بيها طبق تحفة جدًا، جدًا وهتحبيه وهتعمليه على طول. طبعًا إحنا عارفين إن المسقعة بالبطاطس طعمها أحلى بكتير، بكتير من البتنجان. هنعمل بيه طبق مسقعة بالبطاطس والفلفل، طعمها حلو جدًا، جدًا وهتحبوها أوي، أوي. ده معايا فلفل كوبي وفلفل برضه حامي ده توم بقى أنا بادقه كده في الهون. هابدأ بقى أدقه كويس جدًا، جدًا أنعّمه، وهانزل بقى عليه بالزيت كده، هانزل في الزيت السخن، هادّي له تشويحة كده بس خفيفة وخلاص. وبعد كده بقى هاعمل هاقطّع الفلفل ده هاغسله كده كويس وهاقطّعه حلقات. الفلفل الحامي هاقطّعه حلقات، وبرضه الفلفل الكوبي هاقطّعه حلقات زي ما أنتِ شايفة كده، وهاقليه بقى في الزيت. التوم بقى هاحطه كده في زيت سخن واحمّره كويس، يعني ياخد لون دهبي بس كده. وبعد كده بقى هانزل عليه بالصلصة أو عصير الطماطم زي ما تحبي بقى، عايزة تحطي عصير طماطم حطي، عايزة تحطي صلصة حطي، اللي متوفر عندِك حطيه، ما توقّفيش الدنيا على حاجة أبدًا. تمام. بعد كده بقى هادّيها اللون الدهبي كده التوم زي ما أنتم شُفتوا. وبعد كده بقى هانزل عليه بالصلصة على حسب بقى الكمية اللي معاكِ. يعني أنا دلوقتي حطيت 3 معالق صلصة لإن أنا كان عندي طبق بطاطس واحد بس. حطيت معاه فلفلتين كُبّي و4 فلفل حامي، لإن أنا باحب الفلفل الحامي، خلّى طعمه حلو جدًا، جدًا. وتحطّي بقى حتة هريسة شطة كده معاها هتخلّي بقى الصلصة حامية كده وطعمها حلو جدًا، جدًا. هاحط ملح، وهتحطّي معاها بقى شوية كمون صغيّرين أوي، شوية كزبرة ناشفة، وهاقلّب كل الحاجات دي كويس جدًا، جدًا. هانزل بقى عليها بالبطاطس، طبق البطاطس بقى اللي برد، اللي ما حدش راضي ياكله، هانزل بقى كده فيه واقلب كويس جدًا، جدًا. وبعد كده بقى بعد أمّا قليت الفلفل كويس يعني اديته تشويحة بس كده في الزيت. وبعد كده بقى هانزل بالفلفل على البطاطس، وهابدأ بقى أقلبهم في بعض كده واسيبهم بقى يغلوا غلوتين كده على البوتاجاز. وبعد كده بقى هيطلع بالشكل القمر الجميل ده. شايفة الجمال والحلاوة؟ حلو جدًا، 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 وكان طعمه خطير أوي، أوي. يا سلام! مش قادرة أقول لكم كان حلو أوي، أوي. جربوه إن شاء الله يعجبكم. لو أول مرة بقى بتتفرجوا عليَّ يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.